بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم ارحم أبي واغفر له واجعله من أهل الجنة يا رب. اللهم ارزق أبي الفردوس الأعلى في الجنة يا رب. اللهم اجعل قبر أبي روضة من رياض الجنة يا رب، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اليوم راح ندير لكم وصفة تاع موسكوتشو الأعراس اللي دار ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وراهي طوندونس العام هذا في العراس، سورتو في العراس يحطوه في العراس في المناسبات. رايحة نشاركو معاكم بمقادير مضبوطة، تبعوا برك طريقة تاعو كيفاش ديروه وكتبوا لي في التعليقات كيفاش جاكم. وقبل ما نبداو في المكونات وطريقة التحضير نقولكم ما تنسونيش حبيباتي بجام لا فيديو وتبارطاجيو هذه لا فيديو مع صحاباتكم وحباباتكم. ونبداو بسم الله على بركة الله في المكونات وطريقة التحضير. في إناء درت 4 بيضات. شوفوا المكونات راح نحطهم ضربة واحدة السوائل مع بعضهم. درت 4 بيضات يكونوا بحرارة المطبخ، ماشي جبتوهم من الثلاجة تحطوهم ديريكتومون في الإناء، نو هكذا الكيك تاعكم ما يطلع لكمش. درت نصف كأس نتاع السكر وملعقة صغيرة تكون معمرة مليح تاع لافاني، كاس تاع الحليب، وكاس إلا أصبع زيت نباتي. وهنا رايحه نجيب البغاميكسور، ماشي الباتور ولا الفوي، حنجيب البغاميكسور نخدم به كلش. اذا كان عندكم هذاك البلاندر ثاني ديروا به، راح يجيكم الكيك روعه بهذه الطريقه. هنايا زدت ملعقه كبيره نتاع المربى، اي نوعيه تاع مربى تكون عندكم. رايحه تمثلوا واحد البنه واحد الخفه للكيك نتاعكم، تحسوه مشرب وهو ماشي مشرب. وهنا ضفت 2 كيسان نتاع الفارينه، لازم تغربلوهم باش يجي الكيك نتاعكم خفيف. ضفت كيسين من الخميره الكيميائيه، وزن كل كيس 10 غرام، وهما كذلك لازم نغربلوهم بهذا الشكل. وهنا ضفت ملعقه كبيره تاع النشاء، راح يمثلوا تاني خفه. ونكمل بالبغاميكسور، خلطهم مليح مليح. هنايا زدت نصف كأس نتاع الفارينة، يعني الفارينة دات لي 2 كيسان ونص. في الاخير خلاص كما العاده دائما نحط ملعقه نتاع الخل. هنايا جبت المول نتاعي تاع الكيك دهنته بالزبده فقط، مرشيتوش بالفارينه، ديروا له غير الزبده وحطوا الخليط نتاعكم. هنا كنت شعلت الفرن من قبل على 170 درجه، حطيت الكيك نتاعي طيب. شوفوا طابلي ما شاء الله، دالي 20 دقيقة بالضبط. ومن بعد انا زدت شعلت من فوق باش يحمر لي من فوق. كي برد شوية الكيك حطيته في صحن. وبالنسبة للتزيين اختياري، زينوه كما حبيتو، تقدروا ديروا له غير المعجون من فوق، شوية كاوكاو شوية نواد كوكو كيما حبيتو، تقدروا تخليوه هكا. لكن انا كي درت لكم الوصفه تاع موسكوتشو الاعراس حبيت ندير لكم هاد الديكور كفكره اللي تحب تدي افكار عندها مناسبه حبيت ديروا. هذا هو درته لكم بطريقه سهله جدا، تزيين بسيط. انا زينته بخطوط نتاع شوكولا ودرت له هذيك الورده، يعني كلش كان عندي في الدار، شويه تاع الجوز من فوق، كانوا عندي ثاني شويه تاع نوازيت، درت له هذا التزيين فقط. نتمنى انه يعجبكم. درك تشوفوا الكيكه اللي درتها ولا الموسكوتشو اللي درته في شكله النهائي، جا روعه روعه روعه. دوك كي نقصه لكم تشوفوه كيفاه جا، جربوه وقولوا لي في التعليقات كيفاه جاكم. وما تنسونيش حبيباتي بجمل لا فيديو، دايما ما تنسونيش بهذاك الجام باش تشجعوني وتدعموا هذه القناه نتاعي الجديده اللي ما على بالهاش. قناتي الاولى هي مطبخ وتدابير اياد، هذه القناه الثانيه فتحتها نحط لكم فيها روتينات، نحط لكم فيها وصفات، يعني كل مره واش نحط لكم
نتمنى انه هذه القناة تكونوا استفدتوا منها ولو بالقليل بهذه الوصفات والروتينات. يعني ماذا بيا كي تدخلوا القناة نتاعي ما تخرجوش منها هكاك، فهمتوا؟ على الاقل ممكن تدخلوا للروتينات نتاعي ما تملوش منهم، على الاقل تديو افكار، تديو باغ اكزومبل راني ندير التدابير اللي ما تعرفش هذيك التدبيره، ان شاء الله رانا نتعلموا كامل من بعضنا. فهمتوني؟ ما نطولش عليكم حبيباتي، درك ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه، في امان الله.